السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. تعالوا مع بعض كده نقول حاجة من أذكار الصباح. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. دول يا بنات اللي تقوليها 3 مرات الصبح. تمام؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. بشكركم جدا جدا على التعليقات الجميله وعلى الكلام الطيب دوت، بجد بتحفزوني قوي، ببقى متحمسه ان انا انزل لكم كل جديد. يا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر اقدم لكم كل حاجه مفيده يا رب. تعالوا مع بعض كده نصلي على النبي ونشوف روتيننا النهارده. روتين ايه النهارده؟ روتين مشتريات يا بنات، هننظمها ونشوف احنا يومنا ابتدى ازاي. اول حاجه لبست اطفالنا الحلوين ويلا على الحضانه. هنا كانوا بيقول لكم باي وبيعملوا لكم كمان اعملوا لايك لماما. وديتهم الحضانة بصراحة، وجيت كنت امبارح مشاركة معاكم ان احنا فطرنا سوا طعمية وجرجير وكده. النهاردة عملت كوباية شاي بلبن، وجبت برضو ب5 جنيه طعمية مع كام عود جرجير باقيين ورغيفين عيش سخنين. اكلت فطرت انا وانس، وكان باقي مني طعمية، على كمان كان في عندي كيس فول كان جوزي جايبه لما جم هما من الحضانة، اتغدينا بيه يعني. وطبعا انا كنت عامله معاكم امبارح صينيه البطاطس بالفراخ وكده، فديت يا بنات بقيتها هنتعشى بيها النهارده لما يجي جوزي ان شاء الله باذن الله. المهم يا بنات، فاللي حصل ان انا وديتهم الحضانه ورجعت فطرت وفطرت انس، واول ما لقيت ان هو نام واتاكدت ان هو خلاص بقى دخل في النوم العميق هياخد له سكه ساعه ونص كده، خدت بقى ايه بعضي ورحت على السوق على طول، قلت اجيب طلباتي وارجع له بسرعه. انا عندي هنا السوق شغال كل يوم في حته اسمها البلد، بس بتبقى الاسعار غاليه قوي. ارخص سوق فيهم بيبقى يوم الجمعة، وانا بروح متأخر فبجيب الحاجة حلوة ورخيصة زي ما بتشوفوها معايا. اما يوم الاتنين بتبقى الحاجة برضو حلوة، وبيبقى برضو سوق كبير وكده، بس برضو بتبقى الاسعار عالية شوية. لكن انا روحت متأخر خالص بصراحة. روحت ايه يعني قضيت مصالحي في البيت وخلصتها، وبعد كده اخدت بعضي ورحت، قلت عملت حساب ان انا عقبال ما اتسوق واجيب طلباتي اعدي على الاولاد اجيبهم من الحضانة وارجع. تمام تمام. تعالوا مع بعض نشوف انا جبت ايه. اول حاجه كده اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، انا كان معايا 100 جنيه، فالمية دي هي اللي جبت بيها المشتريات زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه الخضار بدأ يزيد في دخلة الشتاء زي ما انتم شايفين كده، الحاجه بقى بترد كده وبيبقى الخضار كتير والحاجه رخيصه. عامه انا عن نفسي بعشق الشتاء، بحس ان خيره كتير كده وحاجته كتيره بصراحه، بحبه قوي. المهم جبت 6 ربط دول ب10 جنيه، 6 ربط خضرة مشكلة بقى، شبت على كزبرة على بقدونس. جبت ربطة واحدة بس بقدونس، وجبت 3 كزبرة، وجبت 2 شبت. دولت يا بنات الستة ب10 جنيه. تمام. والربطة بدأت تشد حيلها كده تبقى اسمها ربطة بجد. حطيتهم بس كده في الكيس لان انا بصراحة كنت جاية تعبانة. انا اليوم اللي بروح بس في السوق بصراحة ببقى تعبانة يا بنات، وانا يعني ايه هستخدمها على طول مش هركنها. لكن لو انا مثلا ملهاش استخدام معايا وانا جايباها يعني بفكها كده وبقطعها وبشيل فيها اي حاجات وحشة، وبغسلها وبنضفها وبنشفها، وبعد كده بقطعها واحطها في علبة تلاجة كده بمناديل من تحت ومن فوق، بحيث ان هي ما ترطبش وما تعملش مية. تمام تمام. ده بالنسبة قضية الخضرة. طيب انا جبت هنا 2 كيلو جوافة ب25 جنيه، بس دي تعبية انا ما نقيتهاش، فانا جبت 2 كيلو. ليه؟ قلت هطلع منها المستوي وهاخد انقد الناشف كده احطه في الطبق اللي انا احطه في التلاجة من تحت، ان احنا هناكل منه انا والاولاد. تمام. هنا بس كانت اتفعصت مني لاني كنت برمي على طول في الشنطه اللي كنت مستعجله على انس وكده. لكن بصراحه هو الراجل مش معبيها لي كده، للامانه يعني هي مش متعبيه كده، هي بس اتفعصت مني من الشرط والحاجه اللي هي المستويه ما استحملتش، لكن ما هيش بايظه ولا كده. المهم بدات بقى اطلع الناشف كله احطه في الطبق اللي هو المنظم اللي معايا ده، واي حاجه مستويه كنت بحطها في الطبق الالومنيوم دوت تبع تحت. وانا كده كده هنزل يعني حاجه الحمايه من الفاكهة اللي انا جايباها، فقلت ايه احط في الطبق كده كده، ايه الطبق هينزل تحت بدل ما انزل في طبقي وكده. المهم نقطت كده دول الناشفين، وده كل المستوي معايا. طيب هجيب طبق تاني. طبعا انا بصراحة مش هنزل الكمية دي كلها الحماية، انا قلت بقى هاخد المستويين خالص اللي هما مش هينفع ان انا اسيبهم له،
اخدهم ان انا انضفهم واغسلهم واحطهم كده في كيس تلاجة وعينهم في الفريزر زي ما قلت لكم. ومن ضمن المشتريات 20 جنيه 10 جنيه تجيبي بيها حاجة زيادة وتشيليها، هتجمع معاكي في رمضان. انا يا بنات ما بنزلش كده اقول انا اجيب مشتريات رمضان او تفريزات رمضان والكلام ده، انا في طريقي في سكتي ببدأ ان انا اشيل. تمام. انا دلوقتي بدأت بموضوع الجوافة. انا بحب الجوافة وبحبها باللبن كمان، فقلت ممكن في يوم من ايام رمضان يعني من التغييرات ان احنا نعمل عصير جوافة والكلام ده. المهم فانا خليت اللي في الطبق دول اللي هينزلوا الحماية، اما التانيين اللي انا شلتهم دولت اللي هم انا هنضفهم واغسلهم واحطهم في كيس تلاجة وعينهم في الفريزر. حد يقول لي طب دول حبة صغيرين، دول هيعملوا معاكي ايه؟ انا يا بنات بالنسبه لبيتي انا لازم يكون اساسي في صوبيا او تمر تمام موجودين. فدي هتبقى يعني انا هعمل نوعين عصير، نوع فاكهه ونوع صوبيا او تمر، دول اللي هو الحاجات اللي هي معروفه بتشرب في رمضان. فده هيبقى تاني نوع ليا، فبالتالي ما بعملش كميات كبيره عشان احنا بنبقى صايمين وما يفيدش وما يقعدش ويبقى في تغيير. فبالتالي انا بعمل وجبات صغيره. لكن طبعا انت على حسب عدد افراد الاسره عندك وعلى حسب الكميه وعلى حسب نظامك في البيت شيلي الكميه تقدري عليها. وحتى لو شلت زي كده وحدايتين في وحدايتين، ممكن تيجي تنضفي الفريزر تروحي مجمعاهم وجبه، تلاقي معاكي عملوا معاكي مثلا وجبتين عصير كبار كده. فدي حاجه حلوه برضو وانت ما حسيتيش بيها، يعني ما جيتيش في مره كده نزلتي بمبلغ ان انت عايزه تشيلي. تمام تمام. جبت الجوافه يا بنات ال2 كيلو ب25. تمام. اما البلح البلح الكيلو 15 جنيه. عند برضو حبة الحماية انزلهم مع الجوافة، والباقي حطيته لينا هنا برضو مع الجوافة ان انا احطهم في التلاجة. انا ما بغسلش الحاجة عشان احافظ عليها، يعني اقدر احافظ عليها اكتر وقت ممكن. اذا كان فاكهة او خضار ما بغسلهوش، لاني انا كده كده انا الوحيدة اللي بحط ايدي في التلاجة، انا اللي بحط وانا اللي بشيل. اولادي ما بيفتحوش التلاجة وجوزي اخره لو فتح هيشرب مية، غير كده لا. المهم فبحط الحاجة في التلاجة وانا بطلعها بقى بغسلها يعني وبنضفها ونقعد ناكل مع بعضين. بس المهم يا بنات خلصنا كده قصة الفاكهة، نخش بقى على الخضار. انا جبت هنا الخيار البلح ب15 جنيه. تمام. الخيار يا بنات الكيلو وربع ب10، فانا جبت كيلو وربع زي ما انتوا شايفين كده بالشكل هو بيبقى كبير، وفي اللي هو رفيع قوي، وفي اللي بيبقى هو متكسر، اللي هي بتبقى كبيرة كده مكسرة، لكن هو مش بايظ. لا دي الخيارة يعني ناشفة وحلوة. لكن التاني ب20 جنيه، وتبصي في ده وتبصي في ده هتلاقي ما فرقتش كتير والله. فبالتالي انا بجيب من ده. تمام. وبشارك معاكم كل حاجة قدامكم. المهم يا بنات الخيار كيلو وربع ب10 جنيه، جبت كيلو وربع. البتنجان العروس الكبير الكيلو ونص اللهم صل على النبي، كيلو ونص ب10، فانا جبت كيلو الا ربع ب5. تمام. انا طبعا مش هجيب كيلو ونص، جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه. فبالتالي ان انتي بتشكلي خضار. طبعا دلوقتي احنا بننزل كل اسبوع، بتنزلي كل اسبوع بتجيب طلباتك. المهم البيضه كانت كميه الميزان، يعني كانت عايزه واحده صغيره فحطيتها لي. فانا هنا كنت بقول لكم عادي مش مشكله، هبقى اعملها محشي لان في حبه بتنجان تحت صغيرين، حمايه كده مش هيعمل فيهم حاجه، هبقى اخدهم يعني وجبه وابقى اعملهم محشي في يوم. المهم يا بنات كده الكيلو ربع خيار ب10، كيلو الا ربع بتنجان ب5 جنيه. فبالتالي زي ما انتوا شايفين كده جايبه اللي هي طلبات على قدي من ان انا شكلت كميه خضار. وزي ما قلتلكوا احنا بما ان احنا بنجيب كل اسبوع، فبالتالي الحاجه انا بجيبها كل اسبوع هتقعد معايا. فلما انا مثلا اجيب كيلو ربع بتنجان على كيلو ربع خيار على مثلا نوعين فاكهه على حاجات زي دي، فبالتالي هتقعد معايا. طيب هنا انا بوريكم ان انا جبت نص كيلو من الفول البلدي. طبعا احنا المفروض برضو على دخلة رمضان ان شاء الله باذن الله بنجيب بقى فول بلدي بندمسه، وكمان بنجيب فول منشوش بنعمله طعمية والحاجات دي اللي انتوا عارفينها يا بنات. طيب انا هوفر في ده ازاي؟ طب انا هجيبه من دلوقتي وهدمسه؟ لا انت مش هتدمسيه من دلوقتي، انت ممكن تجيبي ان شاء الله حتى بتمن او ربع كيلو من ضمن المصاريف كده وتركنيه عندك. طبعا احنا درج التلاجة بنعين فيه البقوليات والنواشف والحاجات زي دي، لو انت خايفة عليه ان هو يسوس، لكن هو مش هيسوس ولا يجراله حاجة، لان طبعا خلاص احنا يعتبر احنا في اخر 10، يعني يعتبر احنا في قاعد 11 و12 واحد، وهتبدأي بقى من 2 انتي تبدأي تجهزي، فهم كلهم 3 شهور مثلا.
فمش هيجرى حاجه. بس لو انت خايفه ان هو يسوس ولا حاجه، حطيه في درج التلاجة وابدأي بقى حوشي ربع في ربع في ربع. عايزة مثلا انت تجيبي مقدار كيلو، هتجيبيه على 4 مرات، كل ما تنزلي السوق تجيبي ربع من ضمن المصاريف، مش هتحسي بيه. يبقى انت كده من ناحية الفول خلاص، بند الفول انت خلصتيه. الفول المنشوش نفس الحكاية، هتبدأي تجيبي الحاجات اللي ينفع تتجاب وتتركن، وتيجي بقى قبل رمضان تروحي بقى مسوية ومجهزة، فبالتالي انت ما صرفتيش كتير، ما كلفتيش نفسك كتير. ده قصة الفول. انا جبت نص كيلو يا بنات، مش عارفة ممكن اجيب ربع كمان وممكن ما اجيبش، لاني انا بضعفه بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الله، بضعفه بالحاجات اللي احنا بنحطها، فبيملى معايا الحله اللي انا بعملها. بعمل حله كبيره، فبتبقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بتبقى بالنسبه لاسرتي يعني حلو، نص كيلو حلو. فمش عارفه لسه ما خدتش قرار، ممكن اجيب ربع كمان وممكن استكفى بكده، يبقى بند الفول انا كمان كده خلصته. فانت لو عملتي كده مش هتحسي بيه اصلا. تمام. الفول الكيلو ب40، انا جبت نص كيلو ب20 يا بنات. جبت كمان الفلفل ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه. جبت شطة على رومي زي ما انتوا شايفين كده. وجبت كمان الكوسة ديت، هي كبيرة مش صغيرة. بصوا يا بنات، هي تحسوا ان هي مخرفشة كده من بره مكان النقض وكده، لكن هي ناشفة. يعني كنت يعني انا لما كنت باجي انقيها كده يا بنات، بمسك الكوسة كده واضغط عليها ان هي ناشفة، اخدها. لكن لو لقيتها بقى اللي هي ايه دبلانة كده وطرية في ايدي، لا دي مش هتستحمل ان انا اجيبها. الشكل غير لما انت تمسكي الحاجه في ايدك كده وتعرفيها. كده كده انا بقشرها اصلا من بره، فما فرقتش معايا ان هي ايه مخرفشه من بره بالشكل دوت. الكوسه كيلو ونص ب10 جنيه. انا يعتبر دوت كيلو، انا كنت قايله لها هاتي كيلو الا ربع، راحت قالت لي كملهم لك كيلو ب7 جنيه، قلت لها ماشي. فانا جبت الكيلو ب7 جنيه. تمام. ايه تاني يا بنات، جبت كمان علبة الجبنة ديت دهب، انتوا عارفين ان انا بجيبها للاولاد ب13 جنيه. تمام. وجبت كمان الطماطم ديت ب10 جنيه، اللي هي بتبقى يعتبر ايه حمرا كده ومستوية او مصفرة شوية، بتبقى من ده على دي يعني. فانا بنقي ايه نص ونص، انقي منها كام واحدة مستويين، وانقي منها ايه اللي هي الناشف ده، بحيث الناشف هيقعد معايا في التلاجة هيستوي، وفي نفس الوقت اخده في سلطة في جنب الاكل. اما المستويه دي لما اجي مثلا اطبخ، فبالتالي ايه بتنفعني. بس يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، يعني انا نزلت ب100 جنيه جبت اللي انتوا شايفينه ده. الحمد لله، يعني ربنا بيبارك في الحاجه. فانت لو نزلتي، بما ان انت بتنزلي كل اسبوع، طبعا ده على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب طبعا نظام الاكل والشرب. حاولوا يا بنات ان انتوا ما تهدروش في الاكل والشرب. مش بقول ان انتوا وحشين عشان ما حدش يفهمني غلط، بمعنى ايه ما نهدرش، يعني مثلا ان انت تقللي في الكميات. يعني انا مثلا بدل، يعني انا بعمل اكل على يومين، اذا كان شعبي او لحوم او اي حاجه بعمل اكل على يومين، الا في حاجات معينه بتبقى وجبه مره واحده بس، اللي هي كبده بانيه الحاجات دي. هنا كنت بشارك معاكم بقول لكم دي الحاجات اللي احنا جبناها، وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، وبقول لكم بعيد عليكم الاسعار تاني، الاسعار حلوه ما شاء الله. وزي ما قلت لكم الطبق اللي جوه دوت انا هعينه في الفريزر، هغسله وانضفه واحطه في كيس ثلاجه واروح عيناه في الفريزر، زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل دوت. اللهم بارك. يعني جبنا ويعتبر اصناف خضار كتير وحاجات كتير، وهنطلع منها وجبات كمان. البلح، بالنسبه للبلح يا بنات، في ناس بتفرزه، انا بفرزت البلح لاني ملوش استخدام معايا، واللي هو باكله في الموسم بتاعه، لكن انا بفرزوش. لكن جوافه انا ممكن اعملها عصير مانجا، الحاجات دي ماشي مفيش مشكله. بصوا بقى، شايفين التلاجة بتاعتي ابيض يا ورد ازاي؟ فانا مش عارفه بصراحه، يعني انا كنت قاعده كده ازاي، بصراحة مش عارفة، بس الحمد لله الحمد لله، ربنا والله العظيم بيدبرها من عنده. الواحد بيبقى شايل هم، طب هعمل ايه هسوي ايه، بس الحمد لله الحمد لله ربنا بصوا يعني بيدي الواحد رزق كده، وهو اصلا مش على باله ان هو ممكن يجيله. فالحمد لله على كل شيء، الحمد لله، ربنا يديم علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. المهم يا بنات، دخلت كده البخاخة ديت فيها معلقة بريل وشوية مية، وبرش كده وبمسح بالفوطة بتاعتي. التلاجة زي ما انتوا شايفين زي القشطة. ليه؟ لان انا كل ما بجيب خضار اسبوع اسبوعين 3 على حسب ظروفي، انا بجيب بمسح التلاجة وانضفها كده. وزي ما قلتلكوا انا اللي ايدي فيها على طول. في حاجات يا بنات انت بتعملوها بتريحكوا، النظام حلو، الترتيب حلو، راحة ليكوا. بعدين ممكن تتعبي من المناهدة، ممكن تتعبي من الزعيق، ممكن تملي ان انت كل شوية بتتكلمي في نفس النقطة مع الاولاد، لكن بتريحك بعد كده. زي ما انتوا شايفين كده، انا لو اولادي رايحين جايين على التلاجة، هتلاقوا التلاجة دي يعني شكلها لا يسر عدو ولا حبيب. لكن انا عشان لا التلاجة لا، خلاص انا
طالما ما قلتش روحوا عند التلاجة ما بتفتحش التلاجة. اتفاجئ ان انا في ناس يعني بتتكلم ان التلاجة دي عاملة زي باب الشقة، مفتوحة كل شوية، العيال بيلعبوا بيها والأجهزة حرام، الأجهزة غالية، يعني التلاجة دلوقتي بمبلغ وقدره، فالواحد لازم يحافظ برضو طبعا على الحاجة بتاعته ويحترمها عشان هي تقعد معاه. بمعنى ايه يحترمها؟ يعني انا احب الحاجه بتاعتي ان انا ادلعها كده وانضفها واخليها نظيفه، بحس ان هي بتعيش يعني معايا فتره اكبر، وفي نفس الوقت بحس برضو ان هي بتفضل جديده. يعني انا اللهم بارك اللهم بارك، اذا كان هدومي او حاجتي انا منين ما حد يخش يفتكر ان انا شاريها جديد، مش عارفه ازاي، بس الحمد لله الحمد لله، يعني دي نعمه من عند ربنا ان انا محافظه على حاجه بالشكل دوت. المهم يا بنات بدأت بقى كده مسحتها كده ولمعتها ونضفتها، ولو في بقع ولا حاجة مسحتها بالفوطة. مش محتاجة بقى رغاوي، مش محتاجة سبونشات، مش محتاجة دعك، مش محتاجة اي حاجة من ده كله. ليه؟ لان الاجهزة يا بنات ما يفضلش ان احنا نحط فيها مية كتير، دي جهاز شغال بالكهرباء، ما ينفعش ان احنا، انا بستغرب بجد بستغرب ان في ناس بتمسك المية كده وبتدلق، يعني بتجيب جردل مية او طبق مية كبير وتدلق على التلاجة، فلا لا لا ده حاجة صعبة، يعني خوف ازاي ان انت تعملي حاجة زي كده، بجد بصراحة لا يعني صعبة قوي، انا استحالة ان انا اعمل حاجة زي كده. فحافظوا على الحاجة يا بنات وما تعملوهاش بالطريقة دي، والا المية مع الكهرباء او اي جهاز عموما، يعني اي جهاز ما تتعاملوش معاه بالطريقة دي. المهم يا بنات انا هنا بدأت بقى ان انا ايه، طبعا كنت جايبة لما رحت السوق كده قلت لكم ان انا ما كملتش وجيت على طول عشان اولادي كانوا تعبانين، فكنت جايبة جزر، فهنا كنت بفضيه بقى، وكان عندي شوية فلفل قدام كنت بنقضهم، وعندي شوية الطماطم اللي في الطبق اللي انا حطيتهم في الرف دول. فانا هنا كنت بقى ايه بظبط اموري وبظبط الطبق بتاعي بقى وانقد الحاجة واشوفها، بحيث ان انا ايه احطها في الطبق كده وانظم التلاجة بشكل ايه حلو. حطيت الفلفل مع القديم مع الجزر اهو، وبعد ما حطيت طماطم هنا قلت وانا هحط طبق طماطم واحط طبق كبير يعني وصغير، انا هحطهم كلهم مع بعض، والفلفل الشطه هحطه مع ايه الفلفل اللي فوق. المهم بدأت بقى ان انا احط علب التلاجة، ببقى شوية مثلا كنافة محمراهم، بقيت خلطة محشي، شوية صلصة لو انا مثلا عارفة ان انا هستخدمهم قريب ما عينهمش في الفريزر، فبحطهم في التلاجة من تحت، يعني بحيث ان انا ايه تحافظ على الحاجة وما يعني التلاجة ما يبقاش ليها ريحة كده مش لطيفة. حطي فحم دايما في التلاجة، ودايما اي بواقي اكل في بواقي يعني في علبة تلاجة كده صغيرة. لو ما عندكش علب تلاجة، عشان انا كانت فترة، يعني انا فترة كبيرة قوي قعدت من غير علب تلاجة، لسه جايباها قريب بقالي مثلا ممكن 3 شهور او 4 شهور بس. كنت بحط الحاجة في طبق بلاستيك واروح مغطيها بكيس نايلون عادي واربطه واروح حطه، بحيث ان هو ما يطلعش ريحة مش لطيفة. بس يا بنات بدأت بقى ارص الحاجة زي ما انتوا شايفين كده، وهنا بقى كنت خلصت التلاجة بقى همسحها بس كده وانضفها من بره وخلاص. بس يا بنات زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت. ايه رأيكم بقى في فيديو المشتريات؟ ايه رأيكم في الافكار دي؟ يلا بقى انتي مثلا لو بتنزلي ب100 او ب200 او اي حاجة، لو خصصتي 20 او 30 جنيه، يعني حاجات بسيطة مثلا ان انت تجيبي بيها حاجات وتعينيها على جنب، بجد هتستفادي بيها كتير قوي في شهر رمضان. اذا كان مثلا فاكهة تعمليها عصير، او خضار هتفرزيه، او كمان بقوليات مثلا فول مرشوش فول بلدي ايا كان يعني، وتروحي ايه منضفاه وعيناه ايه في التلاجة. هي يعني بجد بجد يعني هيوفر معاكم كتير قوي يا بنات، اذا كان دوت او دوت. فجربوا الطريقة دي مش هتحسوا بالمصاريف، وهتيجي على دخلة رمضان هتلاقي اللهم بارك الفريزر بتاعك مليان من خيرات الله. الحاجات دي هي اللي بتوفر يا بنات، ومش شرط رمضان بس، انا يعني يعتبر انا زي ما انتوا شايفين كده انا بفرز معاكم، مش شرط في رمضان. المهم ان انا مسحت بقى بغض النظر عن المناظر الخارجية دي محدش يركز بس معاها. انا مسحت بقى التلاجة من بره وخلصت كده، لاني خلاص التلاجة كده ايه جاهزة من جوه ونطفت وبقت 100 فل و14. مسحتها ونضفتها. ده فيديو النهاردة وده روتين النهاردة، يا رب ينال اعجابكم، متنسوش في اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.